السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم قريشلات بلديين مقومين كيجيو لذاذ بزاف ويجيو هشاش. شوفوا معايا الفيديو. بسم الله على بركة الله. هنا غادي نشوفوا المقادير. هنايا بالنسبة انا عندي كاس وربع ديال الحليب كما راكم تشوفوا في الفيديو. عندي ربع كأس ديال الزيت، عندي نصف كأس ديال السكر سنيدة، عندي 2 معالق كبار ديال السمسم اي زنجلان اللي كنت نقيته وحمرته وصهدته شويه، عندي معلقه كبيره ديال النافع، وعندي معلقه صغيره ديال الملح، وايضا عندي 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، عندي صفار بيضه، وعندي هنايا بيضه كامله وبياض بيضه، عندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال خميره الحلوى ما يعادل 7 غرام، وعندي هنايا خميره تاع الخبز 7 غرام حتى هي، وعندي نكهه الزهر. بالنسبه للعبار ديال الفرينه اي الدقيق غادي نعبر 500 غرام، يعني نغربلوه مزيان ونخدموا به. هنايا في اناء غادي ندير كاس وربع ديال الحليب، نزيد لها نصف كاس ديال سنيده، ونكهه الزهر، ومن بعد هنايا غادي نضيف خميره الخبز، غادي ندربها شويه ونخليها 5 دقائق. هنايا انا ما كانش عندي الوقت ما خليتهاش تفاعل مزيان. نتوما الا كان عندكم الوقت خليوها 10 دقائق حتى تتفاعل مع الحليب والسكر سنيده. وعاد من بعد هنايا غادي نزيد نصف كأس ديال الزيت، ونضيف البيض، ومن بعد غادي نضيف هنايا 2 معالق كبار ديال ماء الزهر ونحرك مزيان، ومن بعد غادي نضيف نافع وزنجلان. وهنايا غادي نبقى نضيف شويه بشويه الفرينه، ومع نحرك مزيان. يعني في هاد المرحله يعني تحركوا مزيان باش يجيكم حتى الدلك يعني في الساعه كيتسدلك معاكم ما ياخذش معاكم الوقت. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح، وهكذا غادي نبقى نجمع في العجينه شويه بشويه حتى نكمل العجين اللي عندنا. ما انتبهتش هنايا للكاميرا باش انها ما انتبهتش ليها حيت ما صورتش مزيان. ومن بعد غادي نضيف لخميره الحلوى تقريبا معلقه كبيره، ما يعادل 7 غرام. ومن بعد غادي نستعمل يدي نضيف شويه تاني الدقيق وندلكوها. بغيتو ديروها في الآلة ديال الدلك او تديروها بيدكم. ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الفرينه، هنا غادي نستعمل يدي ونجمع العجين.
بالنسبه لهاد الطريقه ديال هاد القراشي راهم كيجيو خفاف. بالنسبه للعجين ما كنديروهاش عجينه قاصحه ولا انها خفيفه بزاف، يعني كتكون متوسطه، واخا كتلصق معاكم في اليد لكن من غادي تدلكوها ما غاديش تبقى تلصق. ونبقى نزيد شويه بشويه. ايه هو دائما القراشل او البريوش دائما كتكون العجينه خفيفه. هنايا ما كتلصقش بزاف ولكن شويه كتلصق في اليدين، ولكن مع الدلك ما غاديش تبقى تلصق معاكم. صافي هنايا انا غادي نديرها تدلك مزيان. هنايا من بعد ما تدلكت غادي نديرها تخمر. صافي هنايا من بعد ما خمرتها يعني تقريبا 40 دقيقه. انا كنت سخنت لها الفرن هنايا باش انها تخمر، يعني في الجو البارد ما غاديش تخمر معكم في الساع. وهنايا غادي نقطعها، يعني نحاول انني ندير الزيت على سطح العمل باش ما تلصقش معايا العجينه. نحاول انني نخرج الهواء اللي كيكون في العجين. هنايا نزيد شويه ديال الزيت وغادي نحاول انني نقطعها. غادي نديرها دوائر صغار، حاولوا ديروهم صغار متوسطين يعني على حساب كل واحد كيفاش بغى. انا درتهم هنايا موسطين، ما درتهمش صغار وما درتهمش كبار. نحاول انني نديرهم دوائر صغار. قليلا كان عندكم الميزان تقدروا انكم تعبروهم، ديروا فيهم 60 غرام او 90 غرام باش يجي حجم يعني متساوي. صافي هنايا من كملتهم كنحاول انني نقادهم. وهنايا الا بغيتو ديروا بحال هاد الطريقه، انا فقط هنايا وريتكم يعني في هذا ديال الحرشه اللي كنديروا بها الحرشه كيجيو متساويين ولكن كيجيو مسطحين شويه. انا من بعد انا غير كنوريكم، من بعد غادي نجمعهم عادي، نخليهم دوائر عادي، نقرصهم واحد شويه ماشي بزاف. هاد الطريقه كيجيو متساويين وكيجيو ولكن انا فضلت انني نكمل يعني بطريقه نتاع زمان اللي كنا نديرو بها. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجينه بحال هكذا درتهم دوائر، غادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزيت وندير عليهم السلوفان باش انهم يتخمروا. بغيتو تشعلوا عليهم الفران باش يسخنوا ويخمروا بسرعه، بغيتو انكم تخليوهم هكا فقط في حراره المطبخ تخليهم تقريبا ساعه حتى يطلعوا معاكم. وندخلهم الفران، ندهنوهم بالبيض ونذوقوهم بتزيين يعني بزنجلان وندخلهم للفران. صافي هنايا غادي نغطيهم باش انني نخليهم يخمروا. تقريبا بعد 40 دقيقة هنايا خمروا، غادي نحيد عليهم السلوفان
وندهن هنايا بقليل من صفار البيض وقليل من الحليب والخل، وغادي ندهنهم ونزين بزنجلان. نحاولوا اننا بشويه باش ما يهبطوش من بعد. الا زيرنا عليهم ولا غادي ما يبقاوش منفوخين وصافي ما يجوكمش زوينين. غادي نكملهم بحال هكذا يجربوهم راهم كيجيو زوينين هنايا، يجيو هشاش بزاف. يعني في اول مره انك غادي تجربيهم كيصدقوا معاك. بالنسبه هنايا للفرن، هنايا شعلت فقط لتحت، يعني بالنسبه للفرن الكهربائي، حتى طلعوا شويه تنفخوا، ومن بعد شعلت عليهم من الفوق ونخليهم على درجه يعني متوسطه، يعني ما يكونش مجهد في الفران. وهذا هما ملي خرجتهم من الفران، شوفوا كيفاش جاو محمرين زوينين، يعني لا في المنظر وايضا حتى هشاش، انهم هشاش بزاف. شوفوا هنايا مازال كاينين سخونين هنايا بزاف، يعني صافي. هنا غادي نحل معكم وحده، يعني شوفوا كيجي هشاش بزاف، يعني ما يجيوش مدقسين، يجيو خفاف. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك ودعم القناه. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.